يلا بينا نعمل مع بعض الوافلز في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، والطعم كمان في غاية الروعة. وبصوا كمان العجينة من جوه مستوية ازاي، لا بجد تحفة. كانت من بره كريسبي جدا ومن جوه طرية، كان ميكس جامد. تعالوا بقى لما نشوف هنعمله ازاي، وكمان هنسويه من غير ما نستخدم جهاز الوافلز. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. هنزل بمعلقتين كبار من السكر، وبعد كده هننزل عليهم ببيضتين. وطالما في بيض يلا بينا نستخدم طبعا الفانيليا. هنزل بباكو من الفانيليا، ونضرب الكلام ده كويس مع بعض لغاية ما الخليط يبقى لونه فاتح. بعد كده هنزل بكوباية وربع من اللبن، ونضرب تاني الكلام ده مع بعض. بعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من الزبدة، وكان المفروض الزبدة انزل بيها على السكر من الاول علشان ادوبها كويس، لكن انا نسيت، فعادي هنزل بيها بعد اللبن. وهفضل اضرب كويس لغاية ما الزبدة دي تدوب. وممكن نستبدل الزبدة بزيت، فبدل معلقة كبيرة من الزبدة هننزل ب3 معالق كبار من الزيت. بعد كده هنزل بكوبايتين من الدقيق المنخول، انتوا شايفين نفس المج اللي انا بستخدمه. بعد كده هنزل بذرة من الملح، ومعلقة كبيرة من النشا، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وعلى سرعة هادية ابدأ ادوب الكلام ده كله مع بعض لغاية ما يتكون معايا القوام المظبوط للوافل. وده شكل الوافل بعد ما ضربناه كويس وضربنا المكونات كويس مع بعض. يلا بقى نشوف هنسويه ازاي. هنجيب القوالب دي بتاعت الوافل، ومن غير ما ادهنها زيت ولا اي حاجة هنزل بالخليط على طول. اهم حاجة الخليط يغطي كل المكعبات اللي في القالب يعني. وطبعا في الوقت ده بنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 240. وبعد كده هاخد القالب ده وندخل بيه في الفرن. بعد ربع ساعة هتاخدي احلى وافلز بجد تحفة. شايفين ازاي لونه حكاية، وبجد كان طعمه تحفة. ويلا بقى نزينه بالنوتيلا اللي عملناه مع بعض في البيت، وشوية زبدة اللوتس برضو عملناه مع بعض في البيت. ارجعوا للفيديوهات القديمة هتلاقوا الطريقة. وشكلي بقى بالفواكه الموجودة عندك موز، عندك فراولة. انزلي بقى وشكلي وعملي احلى وافل في البيت للاولاد. يلا بقى دلعيهم وقومي اعملي الوصفة دي، بجد هتعجبك. ولو فيديو النهاردة عجبك اعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب، وفولو صفحة الفيسبوك. باي باي.